السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ رشيدة صبري. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو لقاكم في صحة جيدة يا ربي امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا بسم الله، اليوم غادي نوجد معكم طاجين باللحم باللوبيا الخضراء. يا بسم الله، كديري الملحه على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود ولا الابزار، نصف معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم بلدي، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال القزبر يابس. هذا من الاختيار ديالي انا، كيجي رائع، جربوه. كاس ديال زيت الزيتون ولا زيت العود، ما عامرش بزاف. وطبعا الا كان عندكم يعني اللحم واللوبيا كثر راه كتضاعفوا المقدار، نضيعوا والو. شويه ديال زعفران شعره اللي ما متواجدش عنده طبعا راه ما يديروش، كديروا غير شويه الا عندكم متواجد. بصله مشلضه، بصله مشلضه، ما كبيره ما صغيره، موين متوسطه. معلقه كبيره ديال القزبور والمعدنوس، ومطحونه معاها ثومه. هاد الطريقه هذه انا كنصوبها وكنديرها في الثلاجه. دابا نشاركها معكم. دابا كتشعلي على الطنجره وكتخلي هاد اللحم يتقلى شويه مع هاد التوابل اللي درنا فيه. صافي نخليوه يتقلى، ما تزيدي لا ماء لا حتى شي حاجه، تيتقلى مزيان، حيت هو البصله واللحم راه كيطلقوا الماء ديالهم. بما تقلى طبعا راه غنقيو اللوبيا. طبعا كتبقاو تحركوا شويه وتقلبوا هكا باش اللحم يشرب كاع هذيك العطريه اللي درتي، وحتى البصله كتهبط شويه باش كتعطي هذيك المريقه الخاتره اللي غادي تجي في الاخير. يا بسم الله. كما كتشوفوا كتلاحظوا ما تخلوش يعني داك زيت الزيتون يتحرق، غير كتطيح هذيك البصيله كما كتلاحظوا هكا كطيح، حيت زيت الزيتون ما تيبغيش يتحرق. تخلوش حتى كاع داك الماء يمشي، غير ملي كتحسوا شويه اللحم خدا داك التوابل صافي باش زيت الزيتون ما يتحرقش ويبقى صحي. دابا غادي نزيدو الماء طيب. دائما انا القاعده ديالي وديال الطياب كنقولها لكم دائما، ملي كتكونوا كطيبوا كديروا مقراج ديال الماء كيطيب اولا داك البوياغ كيطيب وكتبلوا به. دائما ملي كتبلوا بالماء طيب، ما تبلوش بالماء بارد. هذه قاعده ديال الطبخ. دابا كما كتشوفوا راه تيغلي، غادي نغطي عليه وغادي نقص ونخليه يطيب على خاطرو. اللحم ملي كيشد ملي كيدخل فيه الطياب عاد ديك الساعه غادي ندير فيه اللوبيا ان شاء الله.
يا بسم الله. دابا غادي نشوفوا طاجين ديالنا اللحم واش دخل فيه الطياب كما كتلاحظوا، وكح من الماء داك القياس اللي درت فيه. شوف المريقه كيفاش عاقده، حيتاش اللوبيا ما تطلقش النشا. خاص ديما المريقه ديالك ملي كتنصبيها خاصها تكون عاقده. كتحاولي كديري داك البصيله وكتقليها، وكديري زيت زيتون. زيت الزيتون كيجي رائع في الطياب. كما لاحظتوا صافي اللحم دخل فيه الطياب، قرب يطيب، ما بقى ليه والو. غادي نزيدو شويه ديال الماء طيب. القاعده اللي كنقول لكم دائما شويه ديال الماء طيب، السوق يكون طايب. كما كتلاحظوا انا كنخوي الماء وهو تيغلي. غادي نزيدو اللوبيا كما قلت لكم مغسوله، وكديريها كتسقطر، تغسليها مزيان من التراب. طلبوا بالكم راه تيكون فيها التراب، غسلوها مزيان مزيان. غسلوها 2 حتى 3 المرات حتى 4 المرات. غسلوها مزيان. ديروا نقيطه ديال الخل ولا شويه الملحه، الا كانوا شي شوائب ولا شي حاجه كتحيد منها. صافي كما كتلاحظوا. من بعد غادي نديروا مطيشه سوغيس. بغيتو كانت عندكم ديك المطيشه الاخرى ديروها، ماشي مشكل. كتديروا مطيشه الاخرى كتنقيوها وكديروها كتقسموها على 2. هاد مطيشه سوغيس ما كاينلاش غادي نقسموها على 2. ملي بغيتي كانت عندك شويه كبيره قسمي على 2 ماشي مشكله. فوالا صافي. هي ديك الساعه ملي كطيب راه كتطلق هذاك المياه ديالها. كنحاول غير نسكبها هكا صافي ماشي مشكله، هي غادي تطلق. كديري الفليفله طبعا وكتذوقي المرق ديالك. الا كانت ناقصه شي حاجه من التوابل مثلا الملحه ولا شويه ديال الابزار كتزيدي. مي هذاك القياس اللي درت انايا جاني مزيان، ما زدت حتى شي حاجه دابا، حيت اللوبيا ما كتشربش الملحه. ردوا بالكم الملحه ما تكثروهاش بزاف، حيت اللوبيا اصلا هي فيها واحد المذاق ديال الملوحه. شوفي ملي كتسلقيها وكتاكليها كتجيك بنينه. كتردوا البال ما تكثروش الملحه بزاف في المرق ديالكم، باش يجي المرق مقاد والطاجين ديالكم يجي زوين وبنين. نخليوه دابا يطيب ومن بعد نتلاقاو. يا بسم الله. دابا كلشي طاب اللوبيا، طاب اللحم، المريقه وكحات، هادي كلشي مزيان. اللي كتشوفوا كتخليو شويه هكا بليله. شوف كيفاش عاقده وزوينه ما شاء الله ما شاء الله. كنتمنى ان شاء الله الطويجين يعجبكم وجربوه. كنتمنى ان شاء الله. جا رائع. بسم الله. دابا غادي نهز معكم طريف ديال اللحم مع اللوبيا باش تشوفوا كيفاش جا. بسم الله. جا رائع وطلع منه واحد البنه زوينه. شوفي اللوبيا كيفاش جا المنظر ديالها، والمريقه. شوفي المريقه، شوفي المريقه كخاتر. اللوبيا كما قلت لكم راه ما تطلقش النشا بحال البطاطا، تتكون خاص دائما المريقه ديروها خاتره باش كتجي بهاد الطريقه هذه. شوفي ما شاء الله جات رائعه رائعه. كنتمنى هاد الطاجين يعجبكم وتجربوه. اللي تيبغي فليفله حاره كيديرها، اللي ما تيبغيهاش راه ما يديرهاش ماشي مشكل. صراحه جا طويجين رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وغادي يعجبكم. واللي عجبته الوصفه وكيعجبو مطبخ رشيده صبري يدير معاه البصمه ويرحم لينا الوالدين ديالنا، والدينا ووالديكم. الله يرحم جميع المؤمنين المسلمين يا ربي امين.
شكرا لكم ومع السلامه. كنتمنى لكم ان شاء الله صحه جيده يا ربي امين.